مساء الخير يا كوكيز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا لازم كلكم تسمعوا حكايتي. انا لما جيت اتجوز امي جابت لي المكنسه التهمه دي، ومن هنا بدات الحكايه. تعالوا بقى احكي لكم كل التفاصيل، بس لو عاوزين تشوفوا تجهيزات رمضان والروتينات والتنظيفات ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ويلا بينا. بنات، عاوزه اقول لكم سر، انا جبت مكنسه جديده. انا ساعه جوازي جبت المكنسه الشارب اللي انا وريتها لكم اول الفيديو دي، وحرفيا ما شغلتهاش 10 مرات مثلا. خلال 4 سنين لسه هركب واشدها واشد السلك. هي وزنها على فكره 12 كيلو، فكنت اول ما اقول هكنس عضلاتي تتحايل عليا اشيل السجاد واكنس بالمقشه. لحد من 3 سنين قلت لا، انا لازم اجيب مكنسه سهله ما تعقبش كل ما افكر ان انا استخدمها. في الاول قلت هجيب ارشيا الريشه، يعني كنت محتاره بين حاجتين: ارشيا ريشا وتكنو بيست، لان هما دولت اللي كانوا في البادجت اللي انا حطاه يعني. المهم، لقيت من ارشيا ريشا في اصدار كده منها بموب مسح كده، والفرق بين الاصدارين اللي هي الكنس بس او اللي هي الكنس والمسح ما كانش كبير، يعني كان تقريبا 200 جنيه ولا حاجه. فقلت خلاص انا اجيب اللي بالموب، اهو 2 في 1، كنس ومسح. وبعد ما طلبتها كتبت على جروب اللي هو بتاع لو عندك مكنسه ادخلي ايه الفرق بين ارشيا وتكنو بيست. قالوا لي ان تكنو بيست فيها تنظيف جاف ورطب، اللي هو بتشفط جيلي او زبادي او سوائل. وانا كنت بشوف تكنو كذا حد شكر فيها، وهي برضو نفس الرينج ونفس البادجت اللي انا كنت حطاها لنفسي. وعلى فكره لقيت انه يعني اسعار المكانس اللي هي بتعمل نفس الحاجة بأسعار يعني بتوصل لحد 40,000. فأنا لا يا جماعة، هي مش هتأكلني وتشربني. المهم أول ما عرفت نقطة إن هو يعني بتشفط سوائل، قلت بس هو ده طلبي، عشان أحباب الرحمن طبعا اللي لاعبين البخت في الشقة والله. المهم كنسلت اوردر ارشيا، كانت ب3200 بدون شحن. وهقول لكم انا ليه اخترت اللي هي السلكيه مش اللاسلكيه. اولا اللاسلكيه اتقل عشان البطاريه اللي بتكون فيها، برغم ان كان في نفس البادجت على فكره لاسلكيه، بس انا اخترت ديت. لقيت ان الريفيوهات عليها كانت حلوه جدا وكانت خفيفه، وزي ما قلت لكم بتشفط سوائل. طبعا ده مش متوفر برضو في اللاسلكيه. وكمان عرفت ان البطاريه بتبوظ على طول، زائد طبعا وفي اللاسلكيه معانا لحد 40,000 يعني. فاخترت تكنو بيست. يلا اقول لكم، انا جبتها منين. انا جبتها من بنوته اسمها اميره، صاحبه جروب كده لمنتجات كلها وارد الخليج. اللي هو طبعا منتجات الوارد الخليج يعني غنيه عن التعريف، كل اجهزتهم معروفه.